مخلل شوندر، لونه يفتح النفس وطعمه ما يتفوت. بسم الله نبدأ. مساء الخير اخواني خواتي، اليوم جبت لكم المخلل الأحمر اللي من يتكون من شلغم. هاي الشلغم 3 والشوندر حكيتهم بالسيمة مال اللماعين، وحدة جديدة تغسلوها وتحكون بها الشوندر، وجزر أيضا حكيت بيها. قرنابيط ربع راس، ولهانة ربع أوراق ربع راس. أقطعها وأراويكم شلون. سيمة مال اللماعين من نوع السلك، مو من هذا السيم الناعم، لا السلك القوي مثل ما قلت لكم جديدة. هذه قصقصته سويتها شرائح كلش خفيفة، وسويت الشلغم أكبر من الشوندر بس كلها خفيفة سويتها. بعد ما قصقصت الشلغم اللي عليه 2 ملعقة طعام ملح صخري، وخلي يذوب. الشلغم نغسله كلش عدل، نوخر منه الملح، هذا اللي يطلع مرورته، حتى من ناكله ما بي مرورة بس حموضة. هذا الشلغم غسلته من الملح ولا يعني ماكو، خليته رجع ماسخ ما بي ملح. الملح اللي نستعمله صخري الناعم ما يصير. وهذه سكت الشلغم بالقاعية وحطيت له ترين، يعني 8 كوابة. حطيت 6 ملاعق طعام ملح حجري، وحطيت 2 ملعقتين طعام سكر، كوب كامل خل أبيض حطيته، لمندوزي، وخلطتها كل زين. خلطتها هذا الملح الحجري الخشن لازم نذوبه كلش، خليه. وبعدين أخلي هذه محلول على المواد، هذه المخلل. وخليت هذه مثل الشبكة نايلون حتى تضغط عليها، وراح أغطيها. ورا ما أغطيها أقلبها وانتظر ربع ساعة حتى الهواء يطلع، وبعدين أقلبها عادي. أخليها 12 يوم. هاي قلبتها مثل ما سويته المخلل، وقلت لكم 12 يوم. هذا الجزر يقبل قرمشة، والشلغم حتى الشوندر طيب. شلون حلو الماي، بيه فايدة. هاي الوحدة الحامل اللي تتنسى اللي تتقيأ دائما، هذا دواء إلها. تاكل مخلل يعدل المعدة مالتها، حموضة كلش حلوة الحموضة، قرمش وأكلتوه بقى. لا ترجعوا تجيبين شيشة نظيفة وتفرغين هذا اللي حتى تاكلينه ثاني يوم. عجبكم لا تنسونا من اللايك، والما مشتركين يشتركون. وشكرا ومع السلامة.